بتسأل عن صلاة الضحى قبيل الظهر بنصف ساعة تقريبا، هل تجوز؟ الحقيقة إن في وقت للكراهية. وقت الكراهية احنا عارفين أوقات مشهورة للكراهية، يعني وقت الغروب ووقت الشروق، هذه أوقات تكره فيها الصلاة. هناك ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وما بعد الصبح إلى شروق الشمس، هذه أوقات كراهية. بس إيه؟ كراهية نوافل مطلقة يا أخوانا، يعني من فاتته الفريضة يصلي الفريضة في أي وقت. ما لحقش العصر مع الجماعة يصليها دلوقتي، ما يقولش ده وقت كراهة، ده وقت كراهة للنوافل. في وقت أو في وقتين بيغفل عنهم كثير من الناس. الوقت الأول بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر. خدوا بالكم الوقت ده يعني إيه؟ يعني أنا أذن للفجر فقمت صليت ركعتين سنة الفجر، بعد كده ما أقول طب أقوم أصلي ركعتين لله، لا، ده وقت برضو إيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة قبل الفجر إلا ركعتي الفجر إلا سنة الفجر، فهنا يكره أن تصلي نفلا مطلقا. لكن لو داخل المسجد أصلي تحية مسجد، لا مانع، لا مانع أصلي تحية المسجد. الوقت الثاني اللي بيغفل عنه كثير من الناس هو ما قبل الزوال، الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوقت الذي فيه تسجر جهنم، وهذا أيضا وقت تكره فيه الصلاة. هذا الوقت البعض بيحدده تقريبا بحوالي ما قبل الأذان بنصف الساعة أو أقل، فهنا لا ينبغي الإنسان أن يصلي في هذا التوقيت إلا الصلاة التي لها سبب، على الراجح من أقوال أهل العلم الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد ونحوها. طيب الضحى وقتها بيبدأ من ما بعد شروق الشمس وارتفاعها على قدر الرمح إلى هذا الوقت، إلى ما قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، فما أخرش الضحى كل هذا الوقت، كل هذه الساعات واجي أتعمد أصليها قبل الظهر، خاصة وإن المداومة على الضحى ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن تفعل وتترك، يعني مرة أفعل ومرة أترك، أو أفعل مرات وأترك مرات، هذا هو الأولى في صلاة الضحى. ولهذا بقول للأخت داليا أن لا ينبغي أن أنا أتعمد تأخير صلاة الضحى إلى هذا التوقيت، مع أن قبل هذا التوقيت بنصف ساعة مثلا هذا أحب الأوقات لصلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الأوابين، والأوابين يعني الرجعين إلى الله، سئل عن صلاة الأوابين فقال حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة. ولد الناقة لما الشمس بتحمى والرمل حرارته بتعلى بيجي في ظل أمه ويحتمي بظل أمه، فنقول رمضت الفصال، رمضت الفصال. فالرسول قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتمي الفصال الصغيرة من أولاد النوق، من الفصال الصغيرة الجمال الصغيرة أولاد النوق تحتمي بظل أمها، في هذا التوقيت هو أفضل توقيت لصلاة الضحى.